أن يعود بنقطة، ممكن أن يتعادل. شوف أحمد صلاح على عبد الزهرة أو أمير صباح. أحمد صلاح طيب الذكر، اي والله. الحاصل مع الشرطة على اللقب، الآن مع الطلبة والأمور بأناقة الطلبة تسير مع أحمد صلاح. كان واضح أمير صباح وعلاء عبد الزهرة في الصورة، غيابات، وذكرت الغيابات بداع الإصابات. بسام يحاول، عبد المجيد، عمر، أولاديو، يزن العرب، كرة من قبل أحمد زيرو، محمد الحسن، أيمن، جاسم محمد، دريسة، محمد مزهر، كرة لأحمد يحيى جهة اليسار، هجوم للشرطة، محاولة مستمرة، تبقى المحاولة. محمد داود، الشرطة يريد أن يؤكد ويؤمن النتيجة. كرة عرضية ولكنها وصلت لحارس المرمى حسن عباس. كرة للأمام، يزن العرب، شوف شهاب الليلي، شوف هاشم رضا، حسين عبد الواحد كذلك، أيمن لمحمد إبراهيم، أولاديو مع محمد إبراهيم، هنا الإبعاد، محمود المواس، كرة إلى رمية التماس، هنا محمود، محمد الحسن لمحمد موسى، جاسم لمحمد موسى الآن، أيمن رزيج لعمر، عمر عدنان، 80 بعد ذلك، أولاديو، دقيقة 80، نلعب في الدقيقة 80، 10 دقائق الوقت المتبقي. خطيرة الآن لأمانة بغداد، هذه محمد إبراهيم سدد الكرة ولكنها مرت مع وجود حالة تسلل، ولكنها كانت خطيرة. محمد إبراهيم اللي سدد الكرة، وبالتالي هناك صافرة كذلك. خطأ الآن، ضربة حرة غير مباشرة. أمانة بغداد مباراة القادمة، الجولة الثامنة أمام النفط، الجولة التاسعة يستضيف النجف، الجولة العاشرة أمام الزوراء، والجولة 11 يستضيف كربلاء، والجولة 12 يغادر إلى شمالنا العزيز لملاقاة دهوك. هذه مباريات أمانة بغداد وصولا للجولة 12، بينما الشرطة خلال المباريات تحدث عن الجولة الثامنة القادمة سيواجه زاف هنا في بغداد، جولة 9 أمام الحدود، والجولة 10 يستضيف النجف، والجولة 11
كذلك يستضيف فريق آخر من النجف الأشرف اللي هو نفط الوسط. والجولة الثانية عشر يذهب إلى البصرة لمواجهة نفط البصرة. هذه مباريات الشرطة وصولا للجولة الثانية عشر. تغيير محمد جفال، محمد خالد جفال بديلا لكرار علي بري. كرار يغادر، هدفين لهذا اللاعب هذا الموسم مع فريق أمانة بغداد. خروج محمود المواس ودخول عبد الرزاق قاسم. هذا عبد الرزاق قاسم يشارك الآن. خروج مهاجم ودخول لاعب ارتكاز. كرة في الوسط، شهاب الليلي يحاول أن يحافظ على النتيجة. نقاط سيصل من خلالها فريق الشرطة للنقطة العاشرة أو النقطة الثالثة عشر. هو لديه 10 نقاط للنقطة الثالثة عشر. راح يتساوى مع القوة الجوية. كرة للأمام لمحمد داود، وصلت لحارس المرمى حسن عباس. أمامية الكرة الآن، إبعاد من أحمد زيرو. لقاءات الفريقين طبعا هذا اللقاء رقم 24 بتاريخ لقاءات الفريقين الشرطة وأمانة بغداد. خمسطعش انتصار للشرطة، وفريق أمانة بغداد فاز فقط ب3 مباريات. فقط 3 مباريات فاز فيها أمانة بغداد على الشرطة من خلال 23 لقاء جمع الفريقين. تعادل حضر في 5 مباريات، وكما ذكرت 15 انتصار سابق للشرطة على أمانة بغداد. أول لقاء تحدث عن اللقاءات الماضية، وأول فوز طبعا للشرطة موسم 13-14. كرة بجهة اليمين وصلت لبسام، آخر لاعب سجل للشرطة في مرمى بغداد كان سعد ناطق. موسم 21-22 في لقاء انتهى بهدفين للشرطة مقابل لا شيء لأمانة بغداد. في يومها سعد سجل الهدف الثاني، كان آخر هدف للشرطة في مرمى، آخر لاعب للشرطة يسجل في مرمى أمانة بغداد، لاعب نادي أبها السعودي حاليا. عبد الرزاق على التنفيذ بضربة حرة مباشرة الآن.
عبد الرزاق لمصلحة الشرطة في الدقائق الأخيرة. هل يكون هناك هدف ثالث للشرطة؟ تنفذ حاليا والإبعاد بضربة رأسية. أحمد زيرو وصلت لحارس المرمى. آخر فوز لأمانة بغداد على الشرطة موسم 2015-2016 في يومها سجاد الصين ومروان حباس. كذلك سجل علي فاز في يوم الهدف الوحيد على أمانة بغداد. كانت المباراة فوز بغداد بهدفين مقابل هدف واحد. كرة فيها إبعاد. جاسم محمد لميلاد فلاح. أحمد زيرو هجوم الآن. محمد داود كرة بجهة اليسار. تمرير الآن. عبد الرزاق يحاول. كرة لبسام. بسام تمرير الآن لمحمد مزهر يحاول ويسدد ولكن الكرة اصطدت. تبقى مع الشرطة. إبعاد من قبل محمد الحسن. يزن العرب. محمد مزهر. فيصل. أحمد باسل. عبد الرزاق. تمرير الآن. إدريسة. بسام. حاول بسام. تمرير الكرة. إدريسة نيانج. إدريسة يحاول عرضية والإبعاد من قبل محمد الحسن. بسام. أحمد زيرو لعبد الرزاق. دقيقة الأخيرة عدا الوقت المحتسب بدل عن الضغط. رمية التماس الآن. أيمن رزيق. أيمن. محمد الحسن. كرة عالية. إبعاد دالي الكرة. تبقى المحاولة. جاسم لمحمد موسى. محمد جفان لمحمد موسى على مستوى خط الدفاع. الثواني الأخيرة وبعدها سنلعب في الوقت المحتسب بدل عن الضاع. أولاديو. كرة طالت إلى خارج أرضية الملعب الآن. رمية تماس. 4 دقائق. سنلعب حتى الدقيقة 94. أحمد يحيى. عبد الرزاق لأحمد يحيى. تمرير الآن. مقطوعة الكرة. ميلاد. جاسم محمد يحاول والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى تماس لمصلحة أمانة بغداد. تنفذ الكرة بشكل سريع. محمد الحسن.
أيمن تغيير لمحمد موسى، لعب في الوقت المحتسب بدل عن الضاع. تمرير محمد مزهر، هجوم الآن، طالب بخطأ، حكم المباراة كان قريب، أشار لاستمرار اللعب، بعد ذلك تبقى المحاولة. أولاديو يعقوب لبغداد، صافرة وخطأ على يزن العرب، خطأ على يزن العرب. هنا أولاديو، وبالتالي الضربة الحرة المباشرة إذا ما أراد أمانة بغداد أن يخرج بنقطة، عليه أن يعتني بهذه الكرة. تمرير ميلاد ولكنها طالب، ما كان تفاهم في اللقطة الماضية ما بين محمد جفال وميلاد فلاح. كرة لحسن عباس، حسن، أيمن رزيج، تمرير محمد إبراهيم، إبهاد من قبل أحمد يحيى، مرتدة الآن بسام، هجوم ممكن مع محمد مزهر يحاول، والكرة بعد ذلك وصلت لحارس المرمى حسن عباس. كرة خاطئة من قبل الحارس. هنا الكرة التي طالب فيها بخطأ محمد مزهر، وحكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. العب رمية التماس، إذن واضح الحالة ما فيها شيء، وبالتالي رمية التماس الثواني الأخيرة خلاص الأمور تتجه للنقاط الثلاث للشرطة. انتصار جديد لفريق الشرطة، انتصار الرابع، بينما فريق أمانة بغداد الخسارة الخامسة. رابع الانتصارات هذا الموسم لفريق الشرطة، وخامس الخسائر لفريق أمانة بغداد هذا الموسم. ماتيوس، تمرير جاسم، محمد جفان لجاسم، محمد يحاول، هذه الأخيرة ربما ستكون. أولاديو، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب من خلال اللقطة الماضية. مرتدة الآن بسام، تمرير، هذه خطيرة لمصلحة الشرطة. عبد المجيد لبسام. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتعلن عن نهاية المباراة لفوز الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد. مبروك للشرطة وجماهير الشرطة، وهاردك لأمانة بغداد في المباريات القادمة. حتى ألتقيكم في المباريات القادمة، تقبلوا تحيات علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.